السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في شهوات كلثوم. اليوم غادي نحضر معكم جوج طريقات ديال التحضير ديال الشفرجل، وهذه هي الوقيته ديالو. انا يلاه جاني من المغرب. دونك غادي نبداو دابا. هذا نقيتو ديجا نقيتو كامل وحيدت له القلوبه ديالو، ودرتو مع شويه د الحامض باش ما يزيدش يكحل اكثر. هذا اللي في البانيو غادي نحمرو، غادي نطيبو في القراعي، نطيبو ديريكت في القراعي. ها كيفاش غندير له، غادي نشرحو هكا شي شويه بالموس وغادي نطيبو في القراعي. والنص الاخر غادي نديرو بحال شكل الكونفيتور، بالحق ما غاديش يجي مع كونفيتور هكا يعني معجن، يعني غادي نخليه كعاب، نخليه طرفات صغار. كما كتشوفوا معايا غادي نقطعو هكا، غادي نعسلو بهذه الطريقه هذه، وغادي نكمل في التقطاع ونتلاقاو من بعد. صافي، من بعد ما ساليتو في التقطاع غادي نحتاج في هذا الكونفيتور، غادي نحتاج زلافه ديال السكر. نورمالمون كاين اللي كيدير كيلو ديال السفرجل وكيلو ديال السكر، يعني قد السفرجل وقد السكر. انا كنقص بزاف السكر كاع في الطياب ديالي. دونك غادي نحتاج انا غير زلافه، اللي غندير زلافه متوسطه اللي غندير ديال السكر، ونحتاج حامضه معصره، وغادي ندير قياسي ديال الماء حتى كيتغطى، واحد اطرو د الماء، من قياس اطرو د الماء. وغادي نضيف حتى القرنفل والسكر، القرنفل والعواد ديال القرفه. عندي 5 الحبات ديال القرنفل، رميت واحد 3 العواد ديال القرفه. دابا غندير هاد العناصر كلهم يطيبوا، وندوز نكمل التشراح في ديال السفرجل الاخر اللي غندير في القراعي. صافي، هو السفرجل من بعد ما كملته عمرته في القراعي ودرت الماء حتى كتعمر القرعه مزيان. دابا كل دابوزه غادي نعمل فيها شويه ملح، صافي غادي نسكر عليهم ونطيبهم في الكوكوط. ها كوكوط درت فيها الماء وفرشت ليها واحد الزيت من التحت. دابا غادي نحط القراعي ونسد عليها الكوكوط غير تصفر، غادي نحسب ليها واحد 15 دقيقه هكاك. صافي غنطفي عليها. ها هو الشفرجل بدا كيتعسل، انا قصت عليه وخليته كيطيب شويه ممتطه باش داك الشفرجل صافي دخلوا الطياب. صافي وجهدت عليه البوطه وخليته دابا هكا كيتعسل بوحدو. هادو 4 عاد ديجا صافي طابو، خرجتهم من الكوكوط. انا خشيت الاخرين يكملوا في الطياب. صافي، هو السفرجل من بعد ما تعسل كما كتشوفوا معايا، انا خليته هكا باش كنحطوه الصباحات هكا في الفطور. ديجا عمرت واحد 2 قراعات، دابا غنبدا نعمر في القراعات الاخرين. المهم حتى نكملهم في التعمر ونتلاقاو من بعد. ها هو السفرجل من بعد ما كملناه، هذا درتو بحال درتو بالكونفيتور، خليته هكا يعني طريفات. اللي بغى ياكلو غير هكا، اللي بغى ياكلو مع الخبز. وهذا اللي ديجا طيبته في الكوكوط في القراعي ديريكت. كتحتفظوا به في بلاصه ما يوصلوش الضو، وتكون البلاصه تكون بارده شويه. راه كيصبر مده عام، كيجلس عندي انا عام هكا في القراعي، ما كيطرالو حتى شي حاجه. المهم غير احتفظوا به بلاصه تكون يعني ما سخوناش بزاف، وبشي بلاكار ما يوصلوش الضو. غيصبر لكم حتى عام ما يطرالو حتى حاجه. وهذا غادي نديرو في حيت كونفيتور، غادي نحتفظ بالقريعات المسدودين مزيان، نحتفظ بهم في بلاكار. وهذا غادي نديرها غير في الثلاجه. الشريشات اللي درتو هنايا غادي نبداو فيه. كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي حضرت معكم اليوم ديال السفرجل، وشكرا بزاف. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاخوات، وما تنسوش لي لايك. ونتلاقاو في غوصه جديده ان شاء الله.